ألف مبروك لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، فوز سيف الدين الجزيري المهاجم الأساسي لنادي الزمالك بلقب جديد السنة دي في الدوري المصري، وهو أحسن غطاس في مصر، والفوز بالعرق وأخد اللقب دوت من شيكابالا. يلا مع بعض بسرعة نشوف أهم حالات الغطس اللي كسب بيها سيف الدين الجزيري الموسم ده، ونرجع نكمل مع بعض بسرعة. ودي أول حالة معانا من ماتش سيراميكا، وغطس أصلي من سيف بس بره منطقة الجزاء من غير أي تلامس خالص، مجرد بس ما الكرة بعدت راح رامي نفسه بطريقة مبهرة بالنسبة لي جدا. وده تاني غطس من ماتش حرس الحدود بطريقة أكثر إبهارا، وبرضه غطس أصلي في منطقة الجزاء المرة دي من غير أي حد يكلمه خالص، ولكن الراجل ده قدير يا جماعة. اقسم بالله خليفة فاروق جعفر مستريح. ودي تالت لعبة معانا من ماتش سيراميكا كليوباترا، ورامي نفسه في البحر يا سيدي، في البحر ارمي نفسك، عايز ضربة جزاء وبيعترض كمان رغم ان محدش لمسه خالص. زي ما انت شايف كده واقع بيصوت اكنه اتضرب برصاصة، بس الراجل ده بيقدر يمثل حلو قوي 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 قوي، واحسن من فاروق جعفر كمان وشيكابالا بتاع العرق. دي بقى من احلى واذكى الغطاسات اللي غطسها سيف الدين الجزيري. ليه بقى؟ هقول لك ليه معايا دلوقتي حالا. لانه هو اللي عامل الفاول والفاول عليه، ولكن هو اللي غطس وهو اللي بيطالب بضرب الجزاء. زي ما انت شايف كده سيف الدين الجزيري لعيب فعلا 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 حريف قوي 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 في النط في حمام السباحه. ودي لعبه جديده بس المره دي في ماتش بيراميدز. شوف الراجل ازاي متعلق في رقبه الشيبي، وهو اللي رايح للشيبي وهو اللي عامل كل حاجه، ورغم كده واقف بيصرخ عايز ضرب الجزاء بالعافيه، وخلاص يا حبيبي بالعافيه، عشان ده يصنف من احلى الغطاسات اللي غطسها الموسم ده. بسم الله ما شاء الله عليك يا سيف. ودي واحده تانية في ماتش بيراميدز برضو، في نفس الماتش بيغطس غطسين بس للاسف ما توفقش فيهم. دي التانية مع احمد سامي، وكوره عاليه بدل ما يطلع ويعمل عليها الجامب لا، وقف في سكه احمد سامي ورمى نفسه. قال يعني كده خلاص مفروض ياخد ضربه جزاء، ولكن للاسف ما اتحسبتش. معلش تتعوض المره الجايه يا سيف باذن الله. مش طبيعي يا جماعه، اقسم بالله الراجل ده مفروض ياخد جايزه من معهد فنون مسرحيه او معهد التمثيل. مش ممكن، لازم نشوف له دور مع كابتن احمد السقا، قصدي الممثل احمد السقا القدير. شوف هنا بينط ازاي في ماتش بتروجيت، وسيبك من النطه، شوف الصرخه بيعمل ازاي بعد ما الكوره ما اتحسبتش. الراجل بيصرخ عشان يمكن يرجع للفار، يمكن يحسبها، يمكن الحكم يعمل اي حاجه. تفوق على استاذه فاروق جعفر كمان. وده غطس جديد من ماتش حرس الحدود، وبرضه بنفس الطريقه بينط، ولكن للاسف الحكم المره دي فقسه واداله انذار وحسب فاول عليه، فاول عكسي عشان التمثيل. خلاص بقيت مفقوس وريحتك فاحت، والحكام ما بقتش تاكل من النطاط دي. حاول تغير شويه او تاخد كورس تمثيل مع حد مختلف. بسم الله ما شاء الله، ما بيفكرش في قراره مرتين، بيرمي نفسي على طول. شوف كده الكوره ديت اصلا فاول عليه تماما. شوف معايا كده، هو اللي حاطط رجله، وهو اللي حاطط رجله غلط في وش رجل علي الفيل، ولكن رمى نفسه وعايز ضربة جزاء، وبيصوت وبيصرخ وبيعمل كل اللي انت عايز تقول عليه قول عشان ياخد ضربة جزاء، ولكن للاسف ما اتحسبتش يا سيف، معلش. وبكده نبقى جبنا معظم الحالات اللي غطس فيها سيف الدين الجزيرة. طبعا مش كلها، لانه بسم الله ما شاء الله بيغطس مرتين ثلاثة في كل ماتش عشان هو بيكسب بالعرق، وتعلم الكلام ده من شيكابالا في الرقصة الجميلة بتاعتهم اللي هي بتاعت. ونتمنى ان الزمالك يكمل على نفس الوتيرة بتاعته دي، ونفس الغطس ونفس الفوز بالعرق والحلال والبطولات الحلال وكل الكلام الجميل ده. شير في كل مكان ومنشن لصاحبك الزملكاوي، ووريه سيف الدين الجزيري الفيرود الاساسي بتاعه وهو بيكسب بالعرق، وهو احسن غطاس في مصر. سلام.